سلام الزينات، واش راكم؟ جيسبر تكونوا كامل بيا. اليوم جيت نشارك معكم وصفة البطبوط، وصفة ناجحة وتجي خفيفة من أروع ما يكون. وصفة يعني من المملحات اللي مطلوبة بزاف في رمضان. شوفوا لي الخبز كيفاش يجي خفيف فارغ ومنبل، يعني بزاف اللي ما ينجح لهمش البطبوط. اليوم راح نعطي لكم مقادير مضبوطة والطريقة الصحيحة باش تشكلوا هذا الخبز وتستمتعوا بنة هذه المملحات. درتهم بالتشيكن كريسبي كيما يحبهم وليدي، جو ولا اروع. يعني مملحه خفيفه بنينه من اروع ما يكون. يلا نقولوا بسم الله ونبداو في الخبز ديالنا. عندي هنايا 3 كيسان تاع فرينه، وعندي 2 كيسان تاع سميد يكون رقيق. زدت معاهم مغرفه تاع خميره الخبز ونص مغرفه تاع الملح. هنا الملح على حسب يعني الكيل تاعكم، الا كان حوالي كيلو ديروا مغرفه تكون معمره. لهنايا زدت مغرفه تاع السكر ونخلط النواشف كامل هكذايا مع بعضهم. ندير حفره في الوسط هكذا، وندير حوالي 2 مغارف تاع زيت ولا 3، تقدروا تروحوا حتى ل 3 مغارف تاع زيت الزيتون. نحطهم هكذايا في الوسط، ومن بعد نبدا نضيف عليهم ماء يكون دافي ونطم العجينه تاعي غير بالعقل. لهنايا الماء لازم تستعملوه دافي باش يسرع لكم عمليه التخمار تاع هاد الخبز ديالكم، ولكن الا كنت سخانه في الكوزينه ولا تقدروا تستعملوا الماء عادي من الروبيني. نطموا العجينه تاعنا كما راكم تشوفوني ندير، وندلكوها شويه. لهنا العجينه تاعنا ما لازمش تكون طريه بزاف وما لازمش نخلوها يابسه بزاف، لازم العجينه تاعنا تكون كما نقولوا متلوقه شويه وفي نفس الوقت شاده روحها. دوك تشوفوا القوام اللي راح نتحصل عليه. انا لهنايا ما ساعدتنيش هنا الجفنه باش ندلكها شويه، باسكو لازم ندلكوها شويه باش يتجانسوا كامل المكونات اللي فيها. ندلكوها حوالي 5 دقائق. يعني ماشي شرط حتى كي وين تولي كيما لاباط تاع المسمن، راح لي الاسم ديالو، ولكن تتجانس برك المكونات اللي درناهم داخل هذا العجين، ونتاكدوا بلي العجينه تاعنا راها طريه. انا لهنا كي بديت ندلك فيها حسيتها بلي مازالت شويه يابسه، باسكو على بالكم بلي السميد يتشرب بالماء، كي يقعد شويه راح يتشرب. تفيقوا العجين تاعكم اسكو راه طري ولا يابس. هنا زدت بديت نزيد لها شويه تاع الماء غير بالعقل، نزيد غير بشويه هكا 2 مغارف 3 مغارف غير بالعقل، وندلكها حتى تحصلت على القوام اللي راني نحوس عليه. القوام تاعي لازم يكون كما قلت لكم ماشي يابسه بزاف وماشي طريه بزاف، هكذا كما راكم تشوفوا فيها راهي طريه ما شاء الله. نحطها دوك نعاود نرجعها في القصعه تاعي ونغطيها بساشي ونخليها تخمر حوالي 40 دقيقه حتى لساعه، المهم يتضاعف الحجم تاعها. بالنسبه للحشو انا استعملت الدجاج مقرمش. هنا خديت نص صدر تاع الدجاج قطعته شرائح تكون صغيره، باسكو البطبوط على بالكم درناه صغير، درت ميني بطبوط ونخليه بجيه. نجوز للماغيناد عندي حبه بيض، مغرفه تاع الفارينه، عندي فنجان صغير تاع الحليب، توابل درت بصل بودره، ثوم بودره، توابل دجاج، زنجبيل، كركم وفلفل اسود والملح. ولهنايا ضفت مغرفه صغيره تاع لا موطارد وحوالي مغرفه تاع صوص باربيكيو. على بالكم انا في المملحات نحب بزاف نكهه صوص باربيكيو. نخلط كامل هاد المقادير مع بعض حتى يتجانس لنا الخليط تاعنا، ونتحصلوا على قوام يكون كي شغل اون بات خفيفه، يعني كيما لا بات اللي نديرو بها لي كريب شويه خفيفه. نحط الدجاج تاعي لداخل ونحاول كيفاش نغطيه كامل بهاد الماغيناد، ونغطي بالبابي فيلم ونخليه في الثلاجه يعني يبرد ويتشرب لنا هاد النكهات. تقدروا ديروا هاد العمليه من قبل كامل ما تبداو البطبوط تاعكم ولا ليله من قبل، كيما تقدروا طيبوه مباشره. هنا خليته بجيه يتشرب، ونروح نفتح العجينه تاعي بعد ما خمرت وتضاعف الحجم تاعها. شوفوا كيفاش راهي خمره ما شاء الله. نرفدها هكذاك مباشره بلا ما نديغازيها. انا هكذا نحب نخدم، ما نحبش نديغازي لاباط تاعي، باسكو كي نديغازيوها نولو شغل نتعبوا معها باش نحلوها، توليك شغل تتلم، وكي نجو نفتحوها تفتح بصعوبه، لازم تعاودوا تخلوها تريح قبل شويه باش تفتح لكم. هكذايا كي نرفدوها هكذاك ماشي مديغازيه راح تفتح بسهوله. نفتحها رقيقه بسمك يكون حوالي 3 4 ملم، ولا يعني ماكسيموم نصف سنتيمتر ما ديباسيوش، يعني 5 ملم ما تزيدوش. قد ما كانت رقيقه قد ما راح تعطي لكم نتيجه تكون بنينه. شوفوا يعني العلو تاعها شحال رقيق. قطعوهم هكذا رقاق، وجيبوا نومبورط بياس حوالي 8 سنتيمتر ولا 9 سنتيمتر، شحال ما حبيتوا نتوما البطبوط تاعكم يكون صغير ولا كبير. قطعوهم كامل وحطيتهم هكا في طرشونه ولا في فوطه تاع مطبخ تكون نقيه. نحطهم هكذا ونخليهم يريحوا حوالي نصف ساعه، يعني من 20 دقيقه حتى نص ساعه، ماشي شرط حتى يعاودوا يخمروا، ولكن يريحوا غير شويه باش يطيبوا لنا شابين. في هذا الوقت نروح نطيب الدجاج تاعي. هنا ناخذ هذوك الشرائح تاع الدجاج نحطهم في الفرينه. انا الفرينه كنت درت لها شويه ملح وشويه فلفل اسود، تقدروا ديروا اعشاب عطريه الا حبيتوا. نحطها هكذا لا طرونش تاعي نحطها في الفرينه ونعاود نرجعها لهذيك لا ماريناد. سي بور سا درنا يعني لا ماريناد بكميه كبيره.
نعاود نرجعها باش نديرو طبقه كريسبي يعني تكون شويه غليظه وتجي مقرمشه ما شاء الله. هنا في المرحله الثانيه كي نعاودو نرجعوهم للفرينه نحاولوا نضغطوا شويه هكذا على هذيك الفرينه باش يجونا هذوك النتوءات ويجونا هذاك الشكل كي شغل الحراشف من الفوق وتجي بزاف بنين هذا الدجاج. هنا واش ننصحكم كي تكونوا تخدموا في هذه المرحله دو بريفيرونس يعني اللي توجدوها طيبوها ديريكتومون، يعني يستحسن يكون معكم واحد يطيب لكم ولا يدير لكم المرحله هذه تاع الفرينه هكذا باش ما تقعد لكمش تتشمخ هذيك الفرينه، باسكو لو كان نغطسوهم كامل في الفرينه ونخلوهم راح يعاودوا يتنداو ويرطابوا ما راحش يعطينا نتيجه شابه. سينو وجدوا حوالي 5 6 تاع لي طرونش وحطوهم في المقله وروحوا زيدوا وجدوا شويه لو طون اللي تنحوا هذاك اللي يتنقلا يكونوا هذوك اللي زدتوا وجدتوهم يعني مازال ما تنداوش. نقلوهم من الجهتين حتى ياخذوا اللون الشباب ونحوهم فوق بابي ابسوربون. من بعد رحت للبطبوط تاعي. هنا حطيت الطاجين تاعي يسخن على نار يعني تكون متوسطه ماشي عاليه بزاف وماشي ناقصه باش ما ينشف لكمش البطبوط، ونبدا نقلب فيهم. يعني البطبوط السر تاعو باش يطيب لكم منفخ ومنبل لازم تبقاو تقلبوا فيه، ما تخلوش يطيب على وجه واحد، لازم شاك فوا تقلبوا فيه باش يتنفخ لكم ويتنبل كيما شفتوه معايا مع الاول هكذا كيما راني ندير. راني نقلب فيهم بالدالك شغل راني نلعب معاهم باش يطيبوا لي كامل في وقت واحد. فوالا هم بداو يتنفخوا، شوفوا راهم يطلعوا وهكذاك نقعدوا نقلبوا فيهم حتى كي وين نشوفوهم طابوا من الجهتين. نحوهم نعاود نرجعهم في طرشونه ولا في اي فوطه مطبخ ونغطوهم ونخلوهم باش يتنداو ويقعدوا رطبين ما ينشفوش، يعني ما يتنشفوش بالهواء تاع المطبخ ولا بالحراره تاع المطبخ. يعني لو طون اللي نروحوا لو طون اللي نكملوا كامل الكميه اللي عندنا ونروحوا باش نديروا يعني المونتاج تاعهم ولا دريساج تاعهم. فوالا كيما راكم تشوفوا راني كملت كامل الكميه اللي كانت عندي. شوفوا لي كيفاش جا هذا البطبوط لداخل، جا ما شاء الله فارغ وخفيف ولا اروع، يعني ما جاش كامل ناشف من برا ومن الداخل طري وخفيف. والدجاج تاعي هنايا تاني بعد ما اقطر، يعني كي تكونوا طيبوا فيه وزعوه ما تخلوهش يعني حبه فوق اختها باش ما يعاودش يرطب وتروح له القرمشه تاعو. ومن بعد تقدروا تحطوه في صحن واحد نورمال. شوفوا كيفاش طاب لي ما شاء الله بزاف مقرمش وبنين. لهنايا المونتاج تاع هذا البطبوط ما صورتوش، راه طفالي التليفون وما كنتش منتبهه. هنا انا فتحت البطبوطه تاعي، من جهه حطيت شويه صوص الجيريان ومن جهه حطيت فروماج طري، ومن بعد درت طرونش تاع طوماطيش كنت قطعتها رقيقه نحيت لها الزريعه ودرت لها شويه تاع الملح باش ما تجيش صمطه، وحطيت طرونش تاع الدجاج المقرمش، ومن جهه الاخرى حطيت شويه من الشلاضه يعني ورقه تاع شلاضه. وهكذا كنت تحصلت على هذا البطبوط من اروع ما يكون. يا البنات لازم تجربوه. وتقدروا ديروا حشو واحد اخر، تقدروا ديروا ان ماسيدوان كيما اللي درتها معكم المره اللي فاتت وتحشيوا بها هذا البطبوط تاعكم، ويعني يبقى لكم حريه اختيار تاع الحشو. المهم الخبز جا ولا اروع. وما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله تجربوه وين لاعجابكم. الى فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو في روحكم، تهلاو في صحتكم، وفي امان الله.